اللي انت تشجع الاهلي ولا ايه سيرو؟ لا يا عم انا اشجع ابو صلاح حبيبي. انت قاعد بتلعب يا وانت عارف ان انت عندك امتحان بكره؟ لا انا محدش يتوقعني، انا اخلص المواد كلها في مينت واروح بكره اكسر الامتحان. انا نشوف يا اخوي. مالك؟ عملت ايه في الامتحان يا حزين؟ يا عم الامتحان اصلا ما كانش متوقع والراجل كان ناقص يكتب في الاخر، انا محدش يتوقعني. تعالى يا حزين، تعالى حبيبي، معلش. السلام عليكم. كتير دلوقتي لما تقول لحد يا عم قوم ذاكر عشان الامتحانات ولا قوم استعد عشان رمضان، يقول لك يا باشا انا محدش هيتوقعني، انا هقفل لك المواد في مينت وهتشقلب في اللجنه، ويجيب الامتحان بيعيط ويقول لك ده الدكتور اللي قال لنا انا اللي محدش هيتوقعني. كان كابتن حماده امام ليه كلمه مشهوره قوي، يقول لك القادمون من الخلف. لما تلاقي لعيب كده جاي من ورا في الملعب ومحدش واخد باله منه ولا عامل حسابه ويفاجئ الجميع ويخبط جون ويقول لهم انا محدش هيتوقعني. وانا بقى عاوزك تكون اللعيب ده اللي تفاجئ الناس بنجاحك وتفوقك مهما كان رايهم فيك وتقول لهم انا محدش هيتوقعني. واحنا بنتكلم عن محدش هيتوقعني ما ينفعش طبعا ننسى قصه نجاح نادي ليستر سيتي اللي قال لكل انديه الدوري الانجليزي كلها انا محدش هيتوقعني. النادي اللي ما دخلش الدوري الممتاز من 132 سنه. هنتكلم فيها يا جماعه عن 3 اسماء و3 دروس مستفاده. الاسم الاول هو المدير الفني رانيري، الراجل اللي عنده 65 سنه اللي درب انديه كتير جدا وفشل معاها وما نجحش الا بعد 65 سنه. الاسم الثاني المهاجم جيمي فاردي اللي جاي من دوري الدرجه الثامنه، كان سعره $1,000,000، جاب 22 هدف واصبح سعره 22 مليون دولار، يعني ضاعف سعره 22 ضعف. الاسم الثالث اللاعب الجزائري رياض محرز اللي كان مدرب مارسيليا بيقول انا مش مجنون عشان اتعاقد مع لعيب ضعيف زيه، اهو قال له انا محدش يتوقعني وجاب 17 هدف وفاز بجائزه افضل لاعب في الدوري السنه دي. نستفاد من قصه ليستر سيتي 3 دروس مستفاده. اولا على مستوى البيزنس انك ما تيأسش من النجاح ابدا، ما تعرفش هيجي لك امتى حتى ولو بعد سنين زي المدرب، وانك مهما تنجز وتشتغل على نفسك ده هيعلي قيمتك اضعاف مضاعفه زي ما حصل مع فاردي، وانك ممكن تبدا في مكان صغير ولكن تكون خطوه بتبني فيه اسمك ومجدك بعد كده. النقطة الثانية يا جماعة أهمية العمل الجماعي اللي كان واضح جدا طول لعب الفريق ده وطول إنجازاته. النقطة الثالثة يا جماعة وهي المهمة قوي الانضباط، وازاي الانضباط يصنع من المجرمين نجوم زي ما حصل مع فاردي. اللي عاوزين نقوله يا جماعه كمان ان في ناس للاسف وجهه نظرها عن الكوره مجرد ان احنا نقعد على القهاوي ونضيع وقت ونموذج شحاته مكف، انما يا جماعه احنا عندنا والله في مصر نماذج للعيبه زي الفل زي صلاح والنني. تعال لما نشوف يا جماعه نموذج زي صلاح، لما تشوف مورينيو لما عمل المؤتمر الصحفي في تشيلسي بعد اختيار صلاح قال انا ما اخترتش صلاح عشان بس صلاح لعيب حريف، ولكن عشان احنا راقبناه بره الملعب ولقينا عنده انضباط اخلاقي قوي جدا. وكذلك النني واضح جدا في كل الانديه اللي بيحترف فيها التزامه الاخلاقي داخل وخارج الملعب. وحاجه ثانيه كمان يا جماعه في محدش يتوقعني ان احنا زي ما احنا عارفين ان النني بعد ما فريقه استغنى عنه لقوه ناجح في الارسنال وهو اللي قال لهم انا محدش يتوقعني. انا محدش يتوقعني بتتقال قصص النجاح اللي بعد اللي الناس بتسميه فشل. لما تشوف اديسون والمدرس بتاعه بيقول لك مش هتكون طالب شاطر، ازاي يقول انا محدش يتوقعني ويعمل اختراعات كتيره جدا؟ ازاي ان اينشتاين لما مدرس الرياضه يطرده من قدام التلاميذ ويفاجئوا بعد كده ويكتشف النظريه النسبيه؟ لما تشوف والت ديزني وازاي الناس يقولوا له انت مصمم فاشل والشخصيات بتاعتك اي كلام وزوجته تسخر منه، ازاي ينجح ويقول لهم انا محدش يتوقعني ويكون اكبر صرح عالمي للرسوم المتحركه. وعلى المستوى العربي يا جماعه عندنا قصص نجاح قويه جدا زي قصه نجاح الركحي، ازاي بدا قصه حياته من حمال بريال لاحد اكبر رجال الاعمال واغناهم في العالم بثروه تتعدى 8 مليار دولار. لما تشوف حد يا جماعه زي عبد الرحمن الصميت اللي ما عرفناش اغلب قصصه الا بعد وفاته، ازاي انه نجح في دعوة أكثر من 11 مليون مسلم في أفريقيا دخلهم في الإسلام في 29 سنة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان هو والرجحي الاثنين يقولوا إن مفيش نجاح أبدا إلا بعد الفشل. ومن القصص الرائعة قوي يا جماعة للشباب قصة مهند أبو دية، الشاب السعودي المخترع اللي عمل إنجازات كبيرة جدا وليه مستقبل باهر جدا، وفجأة حصلت له حادثة موت
اتبترت فيها ساقه واتعمى فيها. كل الناس كتبت الحادثه التي تؤدي الى نهايه مهند ابو ديه، وعلى الرغم من كده يا جماعه فاجئ الجميع وقال لهم انا ما حدش يتوقعني، ورجع افضل من الاول وعمل اختراعات قويه جدا، ومنها الغواصه الصقر العربي اللي كانت فخر الناس كلها. انا ما حدش يتوقعني بنقولها للشاب اللي كل الناس بيقولوا ان هو مستحيل يلتزم ويقرب من ربنا، احنا بنقول له فاجئهم كلهم وقول لهم انا ما حدش يتوقعني وهكون اقرب لربنا سبحانه وتعالى منكم كلكم. وافتكر لما كانوا بيقولوا لو اسلم حمار عمر بن الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، فاجئهم كلهم واصبح الفاروق. واحكي لكم قصه جميله قوي. كان علي بن الحسين بيبخل طول ما هو عايش، الناس بتقول عليه بخيل. لما مات وهم بيغسلوه اكتشفوا حاجه غريبه جدا، اكتشفوا على ظهره اثار سوداء مش عارفين ايه الاثار دي. اكتشفوا يا جماعه بعد موته انه كان بيعول 100 اسره في المدينه، واللي على ظهره ده من اثار الحاجات اللي كان بيشتلها ويوديها في جوف الليل للاسر دي. مش مهم الناس تقول عليك ايه في الدنيا، المهم تكتشف حقيقتك بعد الموت. ولما نيجي نتكلم يا شباب على اخطر حاجه بتقول لك انت ما تقدرش تتوقعني، هي الموت يا جماعه. لما بيسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموت يسالونك عن الساعه ايان مرساها، شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول وبيرد لا تاتيكم الا بغته، مفاجاه، ما تعرفش هتموت امتى، المهم يا ترى هتموت على ايه. كان من القصص الرهيبه يا جماعه ان كان في مجموعه شباب في المنصوره قريبه، كان لسه في شابين توفاهم الله، واحد صاحبهم يا جماعه مشير على الفيس الدعاء ليهم، بعدها بساعات الشاب ده توفاه الله وصلينا عليه الفرض اللي بعده. واشد حاجه في الاخر يا شباب بتقول لك انا محدش يتوقعني، هو الحساب امام الله سبحانه وتعالى. افتكروا يا جماعه قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اكبر مشكله انك زي ما انت بتقعد تقول يا عم الدنيا بسيطه وربنا غفور رحيم ويغفر لي كل حاجه، وبتستهزئ بصغار الذنوب، اياكم ومحقرات الذنوب. ممكن الحاجات اللي انت بتستهزئ بيها الصغيره دي تكون هي سبب ضياعك يوم القيامه. فاكبر مشكله انك تستهزئ بالصغائر وتفاجئ ان صحيفتك يوم القيامه هي اللي جايه تقول لك انت ما كنتش تتوقعني. ومسك الختام يا شباب لحلقه انا محدش يتوقعني واحنا في ليله النص من شعبان، ان احنا نفتكر ان في ليله النص ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على قلوب البشر فيغفر لهم كلهم الا لمشرك او مشاحن. فلو في ما بينك وبين حد مشد او مشكله معينه وممكن يكون هو اللي غلطان فيك، امتى ينطبق عليك بقى انا محدش هيتوقعني؟ لما انت اللي تفاجئه وانت اللي تصالحه وتبدا بالسلام. حد يقول لك يا عم انت ما عرفتش ده عمل فيا ايه، ده هو الغلطان، ده هو كذا وكذا، هذكرك بقول الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نغفر لبعض يا جماعه عشان ربنا يغفر لنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.